السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كما كتشوفوا اليوم فيديو جديد وخريجة مع الأحباب والأصدقاء العمل لكسر الروتين. خرجنا للطبيعة نشوي وتغدينا مع بعضياتنا. المهم دابا نبدا معكم من الأول. هذا البارح بالليل تأخرنا، شرينا الأغراض اللي غنوجدو إن شاء الله اللي غنشويو واللي غناكلو. كما كتشوفوا الخبز، الحاجات هادو مهم معروفين. الفحام باش نديوه معانا. وبالليل غسلت الدجاج، هانتوما كتلاحظوا بالليمون وشويه الملح وسكنجبير. قطعت الخضره وجيت كلشي. اللحم دابا غنتشرملا. قطعت الفلفلات اللي غنشويوهم. شنو غنقول لكم؟ بحكم القناه ديالي مهتمه بالطبخ، فلهذا صورتكم الشهيوات ماشي على شي حاجه. هنايا تشرملت هاد الدجاج هادو اليطاس الجناواح، وهنايا تشرملت هاد بينشيتوس اولا صدر الدجاج بالياغورت. دابا ان شاء الله نزلكم الطريقه، كيجيو رائعين هيدا ولا الطريقه العربيه. هذه الكفته حتى هي تشرملتها. المهم في الصباح الساعه الواحدة خرجت من الدار، ودابا ماشيه باش نتلقى الاصدقاء ونمشيو مع بعضياتنا ان شاء الله المكان اللي غنشويو فيه. كما قلت لكم بغيت كما كنحس بكم اهلي واصدقاء، فقلت لي مالا نصوركم هذا الفيديو ككسر الروتين اولا كخريجه مع الاحباب، ونصوركم كلشي ونشارك معكم كلشي. المهم علينا دابا وصلنا لذاك المكان اللي غنشوي فيه. فاحسن حاجه عجبتني في هذا المكان هذا هو كيخليوك تدخلوا السياره ديالكم من الداخل، يعني فيه الباركينغ، ما يمكنش ما تبقاش تحمق راسك دفتش. المهم دابا دخلنا، صراحه مكان رائع جدا ونقي، فيه الطبيعه، هواء نظيف، الاشجار. ساعه كنحتاج من هاد الخريجات هادو الصراحه، بالاخص النساء اللي كيكونوا كيشتغلوا على طول الاسبوع. واحد المره في الشهر ما فيها باس الواحد يخرج يفوت شويه على قلبه. فانتما كتلاحظوا ملي وصلنا تبارك الله جبرنا الدنيا عامره، الناس موجودين كيعملوا هنا كومبليانيوس. فهذا هو المكان اللي حجزنا رقم 2. هانتوما كتشوفوا نزلنا هنا الاغراض. اللي عجبني حتى بان فيه الفريغادير واللافابو والماء باش نغسلوا القشيعه ديالنا، نغسلوا المسائل ديالنا. هذا المكان جبرناه نظيف اللي غنعملوا فيه الفحام ونبداو نشويو. فاول حاجه بديت بها هي غسلت مزيان ديك النورنيه ولا البوطاجي بالماء والصابون. يعني المغاربه فين ما يمشيو كيبقاو مغاربه. النظافه تبارك الله والنقاوه. صافي حكيتو مزيان بالصابون باش نبقاو نزلوا الحاجات على النقاوه. صافي هنا نزلت داك الدجاج اللي وريت لكم في الاول الفيديو اللي كنت وجدت البارح. هنا شويه د لانغوستينو اولا الجامبا جبناها زايده. هاد الدجاج هادو البنات ان شاء الله نزلكم الرابط، كيجيب واحد التتبيله رائعه جدا بدون بصل غير بالثوم، وعندهم واحد السر ولا روعه. كنت عملته معكم في القناه، دابا نزلكم الرابط وتجربوهم. هنايا غنقوم بالتنظيف حتى هاد الموطا هذا، لان كيسبقوا ناس كيشوي حاجات ما نعرف الله اعلم. بما ان كنعيشوا في دول اوروبيه يقدروا يكونوا كيشويو الخنازير ولا شي حاجه، فغسلتهم مزيان بالصابون ومسحته وعملت له الزيت. جبنا معنا البطاطا، غنعملوها حتى هي تشوى بحال اللي كتباع جاهزه، بطاطا مشويه اللي كيعمروها بالشلاضه في الفريه. بدينا نشعلوا النار. عملنا الفحام نسينا ديك الباستيه اللي كيشعلوا بها النار. مهم كما قلت لكم روتين خريجه لكسر الروتين، ماشي روتين خريجه لكسر الروتين، عفوا. فكنحاول ما امكن نصوركم حتى الموطع. كما قلت لكم موطع غزال ونقي. وهنايا المسه ديالنا الطاوله اللي ان شاء الله غنجهزوها دابا. هادو الاصدقاء ديالي اللي كيشتغلوا معايا، كل واحد شنو كيعمل، شي كينزل الحاجه، شي كينظف، شي كيشعل النار، كل واحد شنو كيعمل. فاول حاجه جبنا المانطي ديالنا وفرشنا على الطاوله من بعد ما مسحناها، وبقينا كنخرجوا الحويجات ديالنا شويه بشويه. الشلاضه حتى في الصباح هذا وجدتها، ما وجدتهاش بالليل، لان الليل وجدت غير الحيمه خليتها يعني متشرمله باش كيدخل فيها ديك الشرموله ديالها. وبامكانكم ديو معكم اي مانطيل ديال البلاستيك ولا ديال الكاغيط من بعد كتسيبوه. بقينا كننزلوا الحاجات اللي جبنا معانا بشويه بشويه. وكنتمنى ما عطيتكمش شي مقدمه، كنتمنى البنات الفيديو هذا ينال استحسانكم واعجابكم، يعني من باب المشاركه فقط لكسر الروتينات. دائما كنزل غير الوصفات، فقلت لي ما لا نشارك معكم هذه الخريجه هذه اللي عملت اليوم. ودابا بما ان شاء الله غيدخل يوم الربيع،
ضروري كنعملوا هاد الخريجات مع وليداتنا ومع العائله ديالنا. فصافي من بعد ما بقى غنوجدوا كلشي ونخرجوا المسائل. انا عملتكم صوره كنوجد وكنطلق في الطبيسلات كنت نشارك معكم هاد الصوره. فهذه هي اكرام اللي ما كيعرفهاش، لان ما عمري نوري وجهي في الفيديوهات ديالي. فهانتوما كتشوفوا شي كيشويره فينا، شي كيوجد. هنايا ايه ديالي كانت كتصور بنتي. انتين كتعرفوا العيال صغارين كيحمقوا على البطاطا. عاد جبرت الفيديو هيدا، قلت ماشي مشكل نشاركو معكم. هنايا الصديقه ديالي كتخلط الشلاضه، لان طبعا ما عملنا لا شي الخل والزيت والملح وداكشي والليمون، احتاجينا باش ما كتبالش معانا. اول مره كنعمل هاد الروتينات، هاد الفيديو عليها شويه متلبكه صافي ديك القريعه اللي شفتو فيها ليمون معصر، شويه فيها زيت الزيتون مليحه، ومن بعد غنخلطوا الشلاضه ديالنا. اول حاجه كنبداو هيدا غير كما كنقولوا غير كنقبوا، يعني كمقبلات بحال دابا السلطه هيدا، داك الشيبس، البطاطا، المشروبات. يعني حنا كنتحدثوا كنقبوا شتيتو من الحاجه، واللحمه ديالنا هيكات تشوى ان شاء الله من بعد ما يزندنا الفحم مزيان. فاخي ما قلت لكم في الاول نسينا داك الباستيل اللي كيشعلوا بها الفحم، من بعد طلبناها من عند الجيران ديالنا فمهم هانتوما كتلاحظوا كنحاول ما امكن هنايا نعوض داك الفحم مزيان، ستف داك البطاطا على الجوانب، لان من بعد تفنتها في داك التجمر باش كتشوى معنا مزيان. وبديت كاول حاجه بديت بالجداد اللي فيهم العطام لانهم كيتعطلوا. عاد بقيت كنزل الحاجات اللي خفافين. هيا بنتي توجهكم تحيه، مشغوله مع التليفون حتى هي اليوم صورتها معكم. فصافي بدينا كنشوي بشويه بشويه وحنا كننزلوا. نتوما كتلاحظوا زعما الصراحه الانسان اذا ما خلقش السعاده لراسو ما كاينش اللي خلقها له، واذا ما فوجش على راسو ما كاينش اللي غيفوج عليه. من الاحسن زعما كنصيحه الواحد اللي كيشتغل دائما على طول السنه ولا على طول العام، ما فيها باس نهايه الاسبوع يخرج هكذا ويفوج على قلبه. الصراحه فوجت وارتحت شويه، لان عاود يوم الاثنين نبداو روتين العمل. كنبداو دائما من الخدمه للدار، من الدار للخدمه. فهنا حاولت ما امكن نعمل واحد الدويره. كنا ماشيين هكذا للحمام، قلت نصوركم الطبيعه ونوريكم هذا الباركيجه كبير. بالنسبه للناس اللي عايشين في اسبانيا طبعا كيعرفوا، بالاخص اللي عايشين في مربيه. فهاد الباركي موجود في مربيه، عنده مرافق للالعاب للاطفال، باركينغ، الكامبو د الكره اللي يلعبوا فيه العيال. فالصراحه تجوزوا النهار غزال، الحمامات موجودين، اي حاجه ما تقنطوش لان فيه كل شيء. بالاخص اذا كانوا معكم الاصدقاء ولا الاحباب ولا الاهل. النهار جاز دغيا كيطير، ما قنطنا ما حتى حاجه. هنا الموسيقى، هذا الفيديو خاص بالموسيقى خليكم مع الموسيقى لان ما زودلوش الصوت، لان هذا كانوا شي الناس قدامنا شاري الموسيقى فرحانين. قلت خلي ما نعملوش المونتاج وما نزودلوش الصوت. فصافي من بعد ما كملنا من الشوا بدينا في الاكل فحاولت نعمل لكم فيديو خفيف. الصراحه ما كاينش الاحسن من الاكل على الطبيعه والطيور فوق راسنا كتزقزق بعد السلطات دابا ان شاء الله، دابا مقبلين على فصل الصيف، نحاول ما امكن نشارك معكم بعض السلطات لذيذه وسهله. سلطات اسبانيه مالاغينيه، يعني خاصه بمالاغا الاندلس. وان شاء الله كما قلت لكم بلا ما نبقى نهضر بزاف هما كياكلوا. هنايا صورتهم. هذه الطاوله اللي وجدنا صلصه الياغورت اللي كتكون مرافقه للمشاوي. شوينا الفليفلات، بعض الخضيرات باقيين كيتشويو لان نتوما كتعرفوا باربيكوا ضروري. فمن بعد ما كملنا الماكله ضروري رجعت عندك المويطعه وعطيت لها واحد الحكه، واحد الغسله بالصابون، مسحتها حتى هاد النار كنخليوها هكذا حتى كيتصفى راسو. داك الموطعه واللي شوينا فيه حتى هو مسحته. جمعنا كلشي ديالنا وجلسنا على خطرنا باش نشربوا الشاي. فانتما كتلاحظوا جينا واحد الترمو تبارك الله عامر باتاي بالنعناع. هاد الفومبريره اولا العلبه وجيت البراوني اللي نشرب الشاي، لان قلت من الاحسن حتى نكملوا كل شيء عاد نجلسوا على خاطرنا نشربوا كويس اتاي على الراحه ديالنا. البراوني سبق لي شاركته معكم في القناه حتى هو دابا نزلكم الرابط ان شاء الله.
ودابا غنكب معكم كويس اتاي مشاحر. صراحه كنت غنجيب البريريد ونلقم اتاي على ديك الفحم، طبعا غيجي كيحمق، ولكن الوقت ما كفانيش لان كنت خدامه البارح بالليل وما دركتش نوجد كلشي. فانا كنحاول نكب اتاي وصافي، وجلسنا عاديين كنشربوا اتاي كنهضروا. ايا بنتي كتلعب هنايا. تجمعوا في الاخر ساعه تجمعوا علينا شي هادوك بحال شكل البطاط ولا كيكونوا كيطيروا ديك الطواير، بقيت كنعطيهم الذره وتجمعوا عليا. وعملت معكم هاد التصويرات الذكريه مع الاصدقاء والاحباب اللي تصورنا مجموعين، هانتوما كتلاحظوا. فهادو هما اصدقاء ديال العمل اللي كان كيخدموا معايا. وصافي من بعد جمعنا كل شيء وشبرنا الطريق. هانتوما كتشوفوا بدا كيطيح لي شويه لان انا كنسكن فوق خيروله وكنت في مربيه، عندي تقريبا نص ساعه د الطريق باش نوصل للبيت ديالي. فكان الصراحه كان نهار غزال، خريجه غزاله مع الاصدقاء والاحباب، فوجنا كسرنا الروتين اليومي. وكنتمنى منكم حتى نتوما هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم وينال احسانكم. وكنضرب معكم موعد ان شاء الله مع فيديو جديد، وطبعا مع الوصفات، لان هاد الانواع ديال الفيديوهات كنعملها انا ساعه مره في العام. زعما منظر مزيون في غروب الشمس وانا راجعه البيت ديالي، ولكن طحت واحد الطيحه ملي كنت تما. تنكبر ونساها ان شاء الله. المهم نخليكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفات جديده. انتظروني دائما على قناه مطبخ اكرام العالمي. الى اللقاء، وكنشكركم بزاف من اعماق القلب على اشتراككم في القناه. مع السلامه.